الزملكاوي يعني هو مش مستفز، ولا هو بضان، ولا هو كلح، ولا هو يعني هو عقله كده. هو يعني هو خلاص، هو متهيأ له ان هو اذكى اخواته. وعلى فكرة الوحيدة اللي عارفة اللي هو عبيط امه. فانا ببلغك اللي انت عبيط. يعني امك مش عايزة تقولك عشان بتحبك. فاللي انا عايز اقوله لك، لما انت تيجي وعايز من امبارح تحفل عليا، صعب. عايز تعمل كلح علينا، صعب. احنا قسما بالله ما شايفينكو. والله ما شايفينكو، والله 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 يمين اتحاسب عليه، ما شايفينكو. مش شايفينكو، اللي احنا مش شايفينكو بالنظر، مش شايفينكو كمنافس، مش شايفينكو كنادي يعني غريم، مش شايفينكو يعني كزمالك بقى. انت بتقول ملكي حقيقي، مش شايفينك كملكي حقيقي. نادي القرن حقيقي مش شايفينك. بتاع تموين مش شايفينك. بتاع حشيش بقى شايفينك. بتاع مخدرات شايفينك. بتشموا شايفينكو. بتوع حلاوة شايفينكو. غير كده انت ولا حاجة. غير كده انت طالع تبجح. انت عديت ليفل البجاحة. انت كزملكاوي طالع فرحان ان انت بتحفل على واحد بيلعب في كاس عالم للانديه للمره الثامنه، اخد 3 برونزيه، وباذنك يا رب يوم السبت الرابعه. فانت كده بجح ليه؟ لان انت عمرك ما وصلت لها، ولا هتوصل لها، ولا هتشمها. احنا طول عمرنا دايسين عليك. فاول ما بنرفع رجلنا ثانيه، يعني انا دايس عليك، مش هعطيك نفس، ولا هعطيك حتى مساحه تتنفس منها. واول ما اسيبك واروح العب في العالميه والصحف بتاعت العالم كلها ومدربين العالم كلها تشيد بالنادي الاهلي، وانت يا حيوان اول ما ارفع رجلي تشتمني وتجري. عامل شبه العيال اللي هي بتدخل العراك ديت مثلا بسكينه، تروح حاطه السكينه تحت بطها ومحدفين طوب عليكم من بعيد، فاجي اقرب لك تطلع تجري. انت كزملكاوي كده، انت بجح وعديت ليفل البجاحه اساسا، يعني فاهمني. فانا عايز اقول لك كلمتين. انت مش انت مبدئيا، يعني انت يعني دماغك دي مش في البلاله، لا انت عبيط. والانسان الوحيد اللي عارف ان انت عبيط ومش عايز يقول لك هي مامتك. ليه بقى؟ عشان بتحبك. هي خلفتك وخايفه عليك على مشاعرك، بس هي ما تعرفش ان مشاعرك نحست يعني خلاص عليها بلاط التلج. فانت بجح، فمش هتفرق معاك كلام امك، مش هتفرق معاك مشاعرك. فهي امك برضه غلبانه، يعني اقول لك ايه. فاللي انا عايز اقوله لكم، ما يعني بطلوا بجاحه بقى. ده انتوا النهارده وانتوا نايمين، يعني اللي نايم وصحي من رابع لقى نفسه خامس. ساعتين زمن المقاولين يلعب يكسب، بقى هو الرابع والاتحاد الخامس، وانت تنزل سادس. فانت قاعد في اسانسير، لو ما اخدتش بالك منه وبصيت على اللي فوق من فوق كده، الاسانسير هيقع بيك. خد بالك من نفسك. انت ممكن ولا تلعب كونفدرالية، ولا ممكن تلعب دوري ابطال افريقيا، ويا عالم تشارك في البطولة العربية، ولا اسوان واي فرقة تانية يكسبوا يعدوك كمان، هم اللي يروحوا يشاركوا في البطولة العربية. يعني انت ممكن ما تشاركش غير مع مركز شباب الورديان والمتراس